الجزء الثاني. انا ما بعديش، انا مدي العالي مفيش قبلي ولا في بعدين. تشيلي 1962. التصميم حلو فيه ان هم استخدموا قصه البلد، بس قبل ما اشرح لك هاخدك وارجع بيك سنتين لورا احكي لك عن زلزال فالديفيا قرب تشيلي، وهو كان اقوى زلزال اتسجل في التاريخ تقريبا. ورغم الدمار اصرت تشيلي على تنظيم المونديال، وقالوا رغم كل شيء البطوله ستقام هنا. التصميم لو بصيت على نص الكره الارضيه اللي تحت هتلاقيه شايل ملعب ضخم ودي من الملاعب اللي اتبنت خصيصا للمونديال رغم الظروف الصعبه، ومعناه ان العالم كله جاي لتشيلي، وعلامه تشيلي كان دلاله على ان هي على ارضهم وان المكسب هيكون ليه، وعشان اللي بيكسب الكاس بيرفعه لفوق دليل على النصر. كذلك نص الكره اللي فوق وكانها بتشرق فوق الملعب زي الشمس، وحلم التتويج اللي عالي. انجلترا 1966. لما تبص معايا هتلاقي ان الشعار جايين على علم بريطانيا، وفي النص هتلاقي رسم الكره الارضيه على شكل كوره، معناها ان الكره الارضيه في الوقت ده هتتلون بالوان كاس العالم مع شعار اسود انجلترا والكاس بشكله القديم، واسم جور ميل مكتوب في شعار مونديال تشيلي. لو انت مركز كان بيتسمى الكاس باسمه، عامل لك عنه ريل، اتفضل روح شوف. وبالمناسبه دي كانت اول سنه تتولد تميمه لكاس العالم، الاسد ويلي، وكان لابس علم بريطانيا يونيون جاك. المكسيك 1970، وده كان اول انتقال لتطور البوسترات القديمه للاواني البصريه الحديثه، وكان اول كاس عالم يتلعب بشكل الكوره الجديد، وطبيعي كانوا يستخدموا في التصميم تيل ستار وتحتها كلمه مكسيكو 70. المانيا الغربيه 1974. المانيا يعني ايه؟ ماكينات. طبعا لما يعملوا شعار هيعملوا بقى فيه ديناميكيه الهواء والجو بتاع الالمان ده، ديزاين مجالي كده حتى في الحروف بتاعته، وكمان دي كانت اول مره يظهر فيها الكاس بالشكل اللي احنا عارفينه النهارده. نيجي بقى للارجنتين 1978. الخطوط اللي زي الايدين دي بتقدم الكوره دي الوان علم الارجنتين، وحركه الايدين دي كانت تحيه للرئيس الارجنتيني السابق خوان بيرو. حتى السلطات العسكريه وقتها حاولت تغيره لكنها فشلت بسبب انتشار التجاري. مستغربين ليه مارادونا عملها في 86؟ الناس متعوده على قديم يعني. واشوفك في الجزء الثالث.